السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا طلاب الصف الثاني الثانوي. النهارده عندنا شرح درس الفتوحات الإسلامية في عهد الرسول. الدرس ده عليه امتحان، يعني ده شهر نوفمبر معاك الدرس الأول والدرس الثاني، ولأن الدرس ده درس مهم فأنا لازم أخش لك بكوباية الشاي والنعناع عشان تركز معايا وتعرف إن هو درس مهم ومليان تفاصيل. فلو أنت أول مرة تتفرج علينا تشجعنا باللايك والاشتراك في القناة، صلي على النبي في الكومنتات، شارك اصحابك الفيديو. يلا نبدا كده. عندنا النهارده قلنا الفتوحات الاسلاميه في عهد الخلفاء الراشدين، لان الدرس اللي فات اتكلمنا فيه عن الدوله الاسلاميه بعد وفاه الرسول. اول حاجه كده هنتكلم عليها وعاوزك تركز فيها هي ان انا عندي 4 خلفاء جم بعد الرسول. اربعه: ابو بكر، عمر، عثمان، علي. كلهم فيهم فتوحات اسلاميه؟ لا، 3 بس اللي فيهم فتوحات، وهنشرح ونشوف كل حاجه بالتفصيل. بق شيء جميل. يلا هنبدا بالخليفه ابو بكر الصديق اللي اتولى 11 لحد 13. الراجل ده عمل ايه؟ الراجل ده شرع في تامين حدود الدوله الاسلاميه بعد ان اتم الانتصار على المرتدين. يعني بعد ما حارب المرتدين وانتصر عليهم قال لك بص، لازم نكمل مسيره الرسول في نشر الاسلام خارج شبه الجزيره العربيه. فاستقرت الدوله في يده، فاتجهت الجيوش الى نقط ونقط للشام والعراق. راحت الشام للروم وراحت العراق للفرس. جميل؟ هتقول لي جميل جدا. مات ابو بكر الصديق، جالنا بعده خليفتنا رقم 2 عمر بن الخطاب اللي اتولد 13 ل 23. والراجل ده عمل ايه؟ اتم الفتوحات التي بدات في عهد ابو بكر الصديق في العراق والشام، ودفع الفتوحات الاسلاميه الى فارس ومصر. الحتت اللي هي فارس ومصر والحاجات دي لازم نركز فيها، وانا هركز معاك واحنا بنشرح دلوقتي. تعالى. تمام، سيبك بقى من اللي طار، خلينا في اللي جاي. صح يا عم حسين؟ خلينا في اللي جاي بقى وننسى اللي فات يا عم أحمد. طيب، الخليفه رقم 3 عندنا هو خليفتنا عثمان بن عفان اللي هو اتولى 23 لحد 35. والراجل ده هيكمل الفتوحات اللي بدات في عهد ابو بكر، وهيكمل اللي عملها عمر ابن الخطاب. يعني تقدمت الجيوش شرقا الى بلاد فارس. هتقول لي يا مستر معتز، ما هو عمر بن الخطاب فتح فارس. اقول لك ما هو هيكمل زي ما عمر كمل في الشام وكمل في العراق وغربا الى تونس. جميل. وشمالا ارمينيا وجنوبا النوبه. يعني اتسعت الدوله الاسلاميه في عهد الراجل ده جدا. استشهد. جالنا بعده مين؟ علي بن ابي طالب. وعلي بن ابي طالب قال لك توقفت في عهده الفتوحات الاسلاميه نتيجه للانقسامات التي حدثت في عصر، او الانقسامات واللي انتهت في عصر الدوله الامويه. الانقسامات دي هيكون بسبب اضطرابات سياسيه، مشاكل حصلت، مشاكل سياسيه. هنبدا نشرح بالتفصيل، احنا ما عملناش اي حاجه لسه. احنا اتكلمنا عن الخلفاء اللي هيبدا في عهدهم الفتوحات الاسلاميه. ما ننساش ايه؟ صلى على النبي في الكومنتات. بق الشيء الجميل. فتوحات بلاد العراق ودي بدات في عهد ابو بكر الصديق. بدات فتوحات بارسال خالد بن الوليد الى العراق، واللي استطاع خالد بن الوليد في عده شهور ان هو يفتح نص العراق. ركز على الكلمه اللي جايه: دون ان يجبر احدا على الدخول في الاسلام. لم يجبر احد على الدخول في الاسلام. يبقى بدات فتوحات العراق في عهد الخليفه مين؟ في عهد الخليفه ابو بكر الصديق. بدات، عشان ممكن اجي كمان شويه اقول لك انهى او اتم. نركز، لو اقول لك اتم يبقى عمر بن الخطاب. طيب نكمل برضه في العراق في عهد مين؟ عمر بن الخطاب. بدات الموجه الثانيه. يبقى في موجه اولى وموجه ثانيه. موجه اولى يبقى ابو بكر، موجه ثانيه عمر بن الخطاب في العراق تحت قياده سعد بن ابي وقاص. واللي ده يا باشا حدثت في عهده. شفت يالا الجمال يالا والحركات يالا. القادسيه 15 هجريه. تمام. قال لك الاطراف المسلمين بقياده سعد بن ابي وقاص ضد الفرس، قيصر الفرس، ملك الفرس. طيب، للاسباب تعرض المسلمين في العراق لهجمات من الفرس. احنا قاعدين في العراق بنشرب شاي بالنعناع ومزاجنا حلو جدا، لقينا الفرس بتهجم علينا. بعتنا لعمر بن الخطاب، نعمل ايه يا عم عمر؟ قال لك بيهجموا عليكم وانتم بتشربوا الشاي بالنعناع كده. قلنا قال لك لا، اهجم عليهم. قال لك يا باشا تعرض المسلمين لهجمات مضاده من قبل الفرس، والذي افقدتهم فتوحات خالد بن الوليد. فقدنا جزء من الحاجه اللي خالد خد.
نسكت؟ قال لك لا. شو انتوا بتشربوا شاي بالنعناع؟ ايوه كنا بنشرب شاي بالنعناع. نتائجها بقى انتصار المسلمين انتصارا حاسما. يعني سعد عمل ايه؟ نفخه. اتنين، انهاء سيطره الفرس آل ساسان على العراق والجهه الغربيه، يعني كده خلصناهم، خلصنا العراق خالص. تمام. انتقال الحدود السياسيه اللي بين الدوله الاسلاميه والفرس الى جبال زاجرس، يعني احنا كده رحنا ناحيه بلاد فارس بقى خلاص. يعني احنا كده بس شطبنا العراق تشطيب سوبر لوكس على المفتاح، شطبنا تشطيب سوبر لوكس على المفتاح. تمام. في عهد القائد مين؟ سعد بن ابي وقاص. ماشي. سعد عظمه يا ابني. سعد بن ابي وقاص بقى مش هيسكت بقى، هيكمل بقى. قال لك فتح المدائن. المدائن دي يا مستر معتز، المدائن دي عاصمه الفرس يعني، عاصمه الفرس المدائن. بس دي هتكون 16. قال لك 16 16 الاطراف المسلمين بقياده سعد بن ابي وقاص ضد قيصر الفرس او ضد الفرس. ايه السبب يا مستر؟ ما احنا خدنا العراق وقاعدين بنشرب شاي بالنعناع اخر بق بقى، مش شرب بقى، مش شرب. استكمال الفتوحات الاسلاميه ونشر دين الله في باقي البلاد التابعه للفرس. خلاص بقى احنا ما يهمناش بقى يا باشا. قال لك خلاص نسي، خدنا العراق نكمل على الفرس بقى. فدي المعركه دي عشان نخش بلاد فارس. طيب ايه الاحداث؟ حاصر سعد ابن ابي وقاص المدائن حصارا شديدا لمده شهرين. شهرين ولا في اكل بيدخل ولا في اكل بيخرج ولا في ميه بتدخل ولا ميه بتخرج، الدنيا حصار. قمطين قمطة السنين. طب قيصر الفرس هيعمل ايه؟ قال لك قيصر الفرس قام جاي هرب، هرب يعني هو ومعظم رجاله وبلاطه. تمام كده دخلنا المدائن بدون مقاومه، نتائجها دخول المسلمين المدائن بدون مقاومه. تمام. وغنم المسلمين ما تركه كسرى. الغنيمه ده شيء هنشرحه اصلا في الدرس الاخر. تمام. غنم يعني مكاسب، غنمنا كل اللي سابه كسرى، هو شال اللي يقدر يشيله وساب اللي يقدر يسيبه. احنا بقى خدنا اللي هو ايه؟ سابه. ونزل سعد بن ابي وقاص الى القصر الابيض واتخذه مصلى، وارسل بشائر الفتح والغنائم لعمر بن الخطاب في المدينه المنوره. تمام تمام يا عم. امر سعد بن ابي وقاص جنوده بايه يا باشا؟ باستكمال الفتوحات الاسلاميه في بلاد فارس. يعني مش هنقعد في المدائن ونسكت. قال لك لا مش هنقعد في المدائن ونسكت، احنا هنكمل على كل البلاد الفارسيه. امر جنوده يا باشا باستكمال باقي المدن الفارسيه التابعه لكسرى وملاحقه جنوده عشان ما يعرفوناش زي ما يعرفونا في العراق من الاخر. تمام. وفتح باقي المدن التابعه للفرس. اوبا. ارسله زي انا قايل لك من شويه سعد ابن ابي وقاص ما تركه كسرى الى عمر بن الخطاب، وكانت تاج كسرى وصوارى كسرى وتاج كسرى وصوارى كسرى ضمت. كان الرسول وعد بيهم سراقه ابن مالك، لان سراقه ابن مالك ده ولد الوحيد اللي قدر يوصل للرسول والطريق اللي كان ماشي فيه. فسراقه ابن مالك الرسول قال له لو ما اخبرتش قريش عن مكان هديك صوارى كسرى وتاج كسرى. هتقول لي من الرسول مات؟ اقول لك من الرسول مات، وعمر بن الخطاب هينفذ كلام مين؟ الرسول، وهيدي لسراقه بن مالك صوارى كسرى وتاج كسرى. طيب هنكمل فتوحات بلاد فارس، هنكمل فتوحات بلاد فارس. في عهد مين فتوحات فارس؟ في عهد عمر بن الخطاب. نركز. العراق ابو بكر الموجه الاولى، عمر الموجه الثانيه، فارس عمر بن الخطاب. وده اتجه المسلمين 21 هجريه واخدين قرار لفتح الامبراطوريه الفارسيه باكملها في قرار سنه 21 هجريه بان بلاد فارس دي تتمحى من على وش الارض، ما يبقاش في حاجه اسمها الدوله الفارسيه. ده قالك بما تفسر؟ هتقول له بسبب الغارات المستمره للفرس على المسلمين في العراق، لان الفرس مش قاعدين ساكتين، مش سايبيننا في حالنا، فاحنا بنعمل ايه؟ هنحاربهم ونطلع عينيهم ونقضي عليهم. وده اللي حصل، وده اللي حصل. ده الكلام ده كان قرار 21. تمام. معركه نهاوند فتح الفتوح اللي فيها هننهي على الفرس نهائيا، اللي هي سنه كام؟ 21 هجريه، اللي اطرافها المسلمين ضد الاول بقياده النعمان بن مقرن المازني ضد كسرى الفرس يزدردج الثالث. يزدردج الثالث ده كان عنده حلم ان هو يرجع الامبراطوريه الفارسيه من اول وجديد، ويجمع حلفائه ويجمع جيش كبير يقضي بيه على المسلمين. يزدردج ده ولاد كان مفكر ان الموضوع في العدد، مش قدام جيوش ما بيهمهاش اي حد. احنا كنا جيوشنا بتبقى اقل عدد سواء من الروم او سواء من الفرس، وفي الاثنين كنا احنا اللي بننتصر. طب كمل يا مستر. الاسباب: محاوله كسرى الفرس يزدرج الثالث ان يرد لدولته كيانها المنهار على يد المسلمين. تمام كده. بعد قتل معظم رجاله واسر بعضهم كمان.
الاحداث اللي حصل، ارسل قسر الفرس يزدردج الى حلفائه حمزه ومحمود وحسين وعبد المتعال وعبد المتجلي وكل الناس اللي هو تبعه. طبعا الاسامي ديت ايه؟ وهميه. حلفائه يعني الناس اللي بتقف معاه، يطلب منهم المساعده لتكوين جيش كبير لملاقاه المسلمين. قال لك اهو قام كسرى بمراسله مناصري لجمعهم لحرب المسلمين، فاتجه نحو نهاوند. فكان الفرس قد تحصنوا، الفرس تحصنوا وحفروا الخنادق. الخنادق دي تاني مره نقول كلمه الخندق، ها، في غزوه الخندق على يد سلمان الفارسي لما اشار على الرسول، وده تاني مره. وارسل الفرس ليتفاوضوا مع المسلمين، ولكن فشلت المفاوضات. ليه؟ لان المسلمين لما يزدردج ده هيبعت حد يتفاوض، المسلمين يقولوا ثلاث امور: يا تسلم، يا تدفع جزيه، يا حرب. فهو ولا هيدخل الاسلام ولا عاوز يدفع جزيه، يبقى هي الفاضل عليها ايه؟ الحرب. فقال لك نتائجها انتصار المسلمين وتحطيم نفوذ دوله الفرس. ما عادش بعد المعركه دي حاجه اسمها فرس، فتح ابواب فارس اللي هي ايران يعني امام جنود المسلمين. دوسنا عليهم خلاص، ما عادش فيه بقى. تمام تمام يا عم معتز. وايه بعد كده يا مستر معتز؟ كده احنا خلصنا على العراق وخلصنا على فارس في عهد خلفائنا الراشدين. هنبدا نروح فين بقى؟ هنبدا في عهد الخليفه عثمان ابن عفان، اللي هيتم بقى، اللي هيقفل سوبر لوكس على المفتاح. تم اعاده بعض المناطق التي تمرد اهلها منها خراسان وقتل يزدردج، وبذلك انتهى تماما الفارسيه، حتى أصبح أهل المشرق وإقليم الفرس نسيجا واحدا في ظل الخلفاء الراشدين. هنا في سؤال لازم تخلي بالك منه. هتقول لي ايه السؤال اللي انا هخلي بالي منه يا مستر معتز؟ هقول لك يا نجم ان اللي انهى بقى خالص 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 على الفرس هو عثمان بن عفان بعد اخضاع اقليم خراسان. دي كده بين السطور. طبعا لو انا سبتك وما نبهتكش لحاجه زي دي، انت هتكتب لي في الامتحان عمر بن الخطاب. ركز، اللي انهى على الفرس نهائيا وكمل كان الخليفه عثمان ابن عفان. فتوحات بلاد الشام. كده هنرجع فلاش باك لابو بكر الصديق تاني، لان احنا اتكلمنا عليه دلوقتي من اول ما بدانا ولغايه ما نهينا كنا بنتكلم عن العراق وبلاد فارس في عهد الخلفاء الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم. فانا دلوقتي هتكلم عن ايه؟ فتوحات بلاد الشام في عهد برضو الخلفاء الثلاثه. طيب كان بلاد الشام في عهد الرسول مالها مستر معتز؟ خاضعه للروم، ودي احنا متكلمين عليها كتير فمش هنعدها. الذين كانوا يعتدون على حدود الدوله الاسلاميه. الروم كانوا مش سايبيننا في حالنا وبيعتدوا على حدود الدوله الاسلاميه دايما. هتقول لي ايوه. فالرسول كان مجهز جيش اسامه ابن زيد قبل ما يموت لقتال الروم، لكن الرسول مات دون ان يرسل جيش اسامه بن زيد. مين اللي هيجي يرسل جيش اسامه بن زيد؟ اللي هيجي يرسل جيش اسامه بن زيد هو ابو بكر الصديق. قال لك يا باشا في عهد ابو بكر الصديق حرص ابو بكر الصديق على ارسال جيش اسامه عقب وفاه الرسول. وبعد انتهاء حرب الرده ارسل 4 جيوش لقتال الروم ونشر الاسلام. اختار خيرة الصحابه الى المشهود لهم بالكفاءه وحسن القياده والتصرف. يعني الاربعه دول كانوا احسن 4. اختار ناس جامده يعني من الاخر. وقام الروم بجيوش المسلمين بمقاومه شديده، فارسل ابو بكر الصديق لخالد بن الوليد يستنجد به اللي كان شغلان بالجبهه الفارسيه. مش فاهم، احنا شغالين في الروم 100 100 زي السكينه في الزبده. الروم هيجهزوا لنا جيش كبير جدا 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 عشان يحارب المسلمين ويقضي عليهم. قام جاي ابو بكر بعت رساله للقائد خالد بن الوليد، قال له يا خالد سيب العراق وروح تولى قياده المسلمين عشان الروم هيتولوا بيجهزوا المعركه جامده يقضوا بيها على المسلمين. فخالد بن الوليد ساب القياده المعتزله قوشه بعد ما تتك على اللايك تمام كده، وسافر الى الشام عشان يتولى المسلمين في قياده اليمن. الاطراف المسلمين بقياده خالد بن الوليد ضد الروم. تمام مصر. الاسباب: اعلان هرقل. هتقول لي مين هرقل؟ اقول لك ملك الروم. اعلان هرقل الاستنفار الكبرى، يعني حشد كبير، عاوز حشد كبير، عاوز عدد كبير في بلاده بعد علمه بانتصار المسلمين على الروم، واخذ يعد الخطط اللازمه لمواجهه المسلمين، وعمل خطط جامده جدا لمواجهه المسلمين. الاحداث: اشار عمرو بن العاص على خالد بن الوليد ان يجتمعوا عند نهر اليرموك. تمام. وهناك تلاقى الفريقين.
اللي هم مين؟ الروم والمسلمين. نتائجها انتصار المسلمين وسحق جيش الروم اقوى جيوش العرب انذاك. تمام. وعندما بلغ اخبار نصر المسلمين الى اليرموك هرب هرقل من سوريا. هو كان قاعد في سوريا، كان قاعد في سوريا وهو ماشي بيهرب قال لك ايه؟ عليك السلامه يا سوريا، سلامه مودع، نعم البلد هذا للعدو. يعني معناها ان ديت بلد مالها ممتازه، بلد ايه؟ قويه، بلد جميله يعني. تمام. تمام يا مستر. وتعد اليرموك اعظم المعارك واكثرها اثرا في الفتوحات الاسلاميه. يعني ايه؟ يعني المسلمين لو كانوا انهزموا كان ممكن كل اللي احنا عملناه في الشام انتهى. يعني دي اهم معركه عملناها في الشام. ايوه دي اهم معركه عملناها في الشام. انا شايف ان في اشكال النهارده جميله كده. اجنادين 13 هجريه، عمرو بن العاص ضد الارطبون. تمام. الاطراف المسلمين بقياده عمرو بن العاص ضد الارطبون. ايه اللي دي يا مستر؟ دي كان حتى احمد مكي حبيبنا كان عاملها في فيلم ايه؟ سيما علي بابا، لما كان بيجيب سيره الارطبون كانوا بيعملوا كده. تمام. يبقى الارطبون بقياده عمرو بن العاص ضد الروم بقياده الارطبون. الاحداث: قام القائد البيزنطي الارطبون بجمع قواته وتوزيعهم على مدن فلسطين استعدادا لملاقاة المسلمين. قام جاي عمرو بن العاص عمل نفس الخطه، جمع قواته ووزعها برضو على المدن الاسلاميه او المدن اللي هو استولى عليها. تمام. نتائجها انتصار المسلمين وانسحاب الارطبون لبيت المقدس. يعني احنا في اجنادين انتصرنا على الارطبون. تمام. نجح عمرو بن العاص في فتح عده مدن جنوب الشام لتامين الفتوحات الاسلاميه هناك. يعني مش خدنا اجنادين بس وسكتنا، عملنا فتوحات تانية كمان عشان نامن الفتوحات دي. عشان احنا عارفين ان الارطبون مش هيسيبنا في حالنا. احنا لسه قايلين ان الارطبون راح فين يا اولاد؟ هرب من اجنادين راح الى بيت المقدس. عمرو بن العاص مش هيسيبه. تمام. طار هو كمان على بيت المقدس. الاطراف عمرو بن العاص ضد الارطبون. قال لك اهو: لحق عمرو بن العاص القائد البيزنطي الارطبون وجنوده لبيت المقدس وشدد عليهم الحصار ولم يتمكن الرومان من فك الحصار. ثابته بقى عندنا ان لما ما بيعرفوش يفكوا الحصار بيعملوا ايه؟ بيهربوا يا مستر معتز. قال لك اهو: لم يتمكن فهرب الارطبون الى مصر. اشمعنى مصر؟ يلا مركز ثقل الجيش البيزنطي هناك. يعني يا مستر معتز مركز ثقل الجيش البيزنطي هناك، يعني اجمد جيش روماني بيزنطي موجود في مصر. واثناء الحصار بقى يا معلم دارت مفاوضات ما بين اهل بيت المقدس وعمرو بن العاص لطلب الصلح. اهل بيت المقدس يعملوا صلح مع المسلمين. موقف بطريق بيت المقدس سفرنيانوس من المحادثات. ما فيش قدامهم يا جماعه غير ان هم يتفاوضوا للصلح اصلا. قال لك لم يجد امامهم سوى المصلحه، ولكن اشترط ان يتم الصلح بين الخليفه عمر بن الخطاب بنفسه لقدسيه المدينه ولاهميتها الكبرى. يعني سفرنيانوس قال له احنا هنتصالح معاكم يا ابني. قال له جميل. قال له جاي اتصالح معاك. قال له انت ما تلزمنيش يا نجم. قال له خلاص اجيب لك ابو عبيده بن الجراح قائد الجيوش الاسلاميه في الشام. قال له وانا ابو عبيده. قال له ما انت عاوز مين؟ قال له عمر بن الخطاب. قال له عمر بن الخطاب يا ابن الحلال ما خرجش من المدينه من ساعه وفاه الرسول. قال له انا ماليش فيه، ابعت شوف هيعمل ايه. فبعت عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب هيقول له جمله احنا مش هنفهمها اصلا، بس معناها ان انت لو مش عاوز تيجي واحنا نحارب ما فيش اي مشكله. موقف عمرو: ارسل بهذه الاخبار الى الخليفه بالمدينه وقال له ارسلوه اني اعجل اليكم فكن مش زي ما قايل لك جمله كده جامده جدا. موقف عمر بن الخطاب من الرساله بتاعت عمرو بن العاص، رد عليه وقال له انا جاي. وافق عمر بن الخطاب وخرج من المدينه بعد وفاه الرسول لكي يفتح بيت المقدس. وكان اول نزوله الى مدينه الجابيه، والجابيه دي في سوريا في الشام. ووفد اليه وفود البطريق سفرنيانوس وطلب الصلح. يعني قعد في الجابيه وبدا سفرنيانوس يبعت له الناس تطلب منه الصلح من اول وجديد. نتائجها طبعا فتح المسلمين لبيت المقدس، وكان فتحا ونصرا مهما للمسلمين واعزازا. تمام. واعطى عمر بن الخطاب لاهل الياء. ايه الياء دي يا مستر معتز؟ لاهل بيت المقدس، عشان في الامتحان هيجيب لك اهل الياء دي مش هيجيب لك اهل بيت المقدس. صلحا لم تحظى به مدينه اخرى واعطاهم الامان. تعال بقى نشوف سماحه الاسلام وسماحه عمر بن الخطاب مع اهل بيت المقدس. طبعا بعد ما اتصالحنا معاهم واستقبلنا قال لك تعالى بقى بالزياره للمدينه المقدسه
اللي هي فلسطين بيت المقدس، المقدسه لكل الاديان على فكره، مش للمسلمين بس ولا المسيحيين بس ولا اليهود بس، المقدسه للكل. تعالى بقى للزياره. قال له طب يلا بينا. بعد انتهاء عمر بن الخطاب من خطبته دعا البطريركس فرينيانوس ليتفقد المدينه زي ما احنا قلنا، ويتفقد كنيسه القيامه. وهو في كنيسه القيامه ادركه صلاه الظهر. يعني ايه ادركه صلاه الظهر؟ يعني الظهر ادن عليه زي ما بيدن عليه احنا دلوقتي. تمام؟ هتقول لي ايوه جميل. فعمر بن الخطاب قال له اين اصلي؟ اصلي فين؟ فقام جاي عمر بن جاي السفرنيانوس قال له مكانك صلي، يعني صلي، المكان طاهر صلي. رفض عمر بن الخطاب، ورفض عمر بن الخطاب في الموضوع ده اولاد يدرس ليه؟ قال له لا يكون لمكان صلى فيه عمر اين اصلي؟ فقال مكانك صلي. فقال عمر كان لعمر ما كان لعمر ان يصلي في كنيسه. الموضوع مش في ان هي كنيسه، تفهم بقى. فياتي المسلمين من بعده فيكون هنا صلى عمر، فيهدوا الكنيسه ويبنوا مسجد، وتبقى بعد كده سنه عند المسلمين ان هم يهدوا الكنايس ويبنوا مساجد. بعد نظر عمر بن الخطاب خطير. تمام. فصلى عمر بن الخطاب في مكان بجوار الصخره، وبني مسجد باسمه. المسجد ده لسه موجود على فكره اولاد، مسجد عمر بن الخطاب، ويعد من معالم المساجد في الاقصى الى يومنا هذا، يعني لسه موجود. طيب فتوحات شمال افريقيا بقى في عهد برضه عمر بن الخطاب. شمال افريقيا بقى انا هتكلم عن مصر، دي اول بلد في شمال افريقيا. فعليا في عهد عمر بن الخطاب 20 هجريه قام المسلمين بالتوجه غربا لفتح شمال افريقيا، وبداوا بفتح مصر على يد عمرو بن العاص، وحاولوا فتح مصر بضم النوبه ولكنهم فشلوا. يعني احنا فتحنا مصر لكن ما فتحناش النوبه. يبقى دلوقتي عايزين نعرف ان فتوحات شمال افريقيا بدات في عهد مين؟ بدات في عهد مين؟ عمر بن الخطاب. تمام؟ تمام يا عم معتز. عهد عثمان بن عفان اللي هيستكمل الفتوحات الاسلاميه في شمال افريقيا. وخلال عهده تمكن عبد الله بن ابي السرح والي مصر في الوقت ده من فتح النوبه اللي احنا ما كناش عارفين نفتحها في عهد عمر بن الخطاب، وعمل صلح اسمه صلح البقت. وحمزه كان بيقول ايه؟ صلح البقت. هو مش بط خالص يا حمزه، وصلح البقت. تمام. فتح سبيطله 27 هجريه. يبقى الاطراف المسلمين بقياده سعد ابن ابي السرح، تمام كده، ضد جرجيرياروس والي افريقيا. ماشي، استنى بس يا عم معتز، انت رايح فين؟ لا اصل انا عجباني الحركه. شوف عجباني. بص شوف. يلا يا عم بقى، عاوزين نخلص. يلا يا عم، هو ما تزعقش. الاحداث: وصل عبد الله بن ابي السرح جيوشه الى السبيطله، ولكن هناك التقى الجيشين. جرجيريانوس ده اللي هو القائد البيزنطي وولي مصر، ودخل الاسلام. تمام كده. والي البيزنطي وعرض على الولي الاسلامي اللي هو العرض بتاعنا، يا اما تسلم يا اما تدفع الجزيه يا اما حرب. اما الدخول في الاسلام او دفع الجزيه او الحرب، ولكنه رفض. فشنت الحرب يا باشا. نتائجها طبعا هيبقى انتصار المسلمين وقتل جرجيريانوس ده وفتح سبيطله، بفضل المدد الذي جاءه من المدينه النبويه. يعني هو كان معاه مثلا 1000، عثمان بن عفان بعت له كمان ايه؟ 1000. الفضل بقى هنا لنشر الاسلام. ارسل عبد الله بن ابي السرح الجيوش لفتح بعض المدن والحصون في قصفه وحصن الاجم. وبهذه الفتوحات تمكن المسلمين من وصولهم برسول الله لنشر الاسلام خارج شبه الجزيره العربيه، وتامين الفتوحات الاسلاميه في الشرق والغرب. تمام كده يا اولاد؟ بكده نكون وصلنا لنهايه درس النهارده، فيديو النهارده. فانت اول ما تتفرج علينا شجعنا باللايك، شارك في القناه، صلي على النبي في الكومنتات، شارك اصحابك الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.